يا الله. الو. سلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. حي الله خادم الزهراء، حي الله خادم الحسين، حي الله المول الردود. الله يرعاك، والله وديك عيني. متى تزورون في البحرين ان شاء الله؟ والله ان شاء الله بالوقت القريب، الله يسلمك. ان شاء الله. تعرف حسينية الامام جعفر الصادق؟ الله يرعاك حجينا ونطلع على والديك. تأتينا في حسين، أنا مسؤول حسينية جعفر الصادق سلام الله عليه، تأتينا إن شاء الله. الله يوفقكم حجينا. نرتب سويا وأرسل لك الفيزا وتأتينا إن شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. ونبغي منك تسوي لنا زيارة ودعاء هناك. ان شاء الله حجينا. أنت تعلم أن من زار الحسين في يوم عرفة كتب له 1,000,000 حجة و1,000,000 عمرة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي رواية من زار الإمام الحسين عارفا بحقه كتب له 2,000,000 حجة و2,000,000 عمرة. صلوات حيدرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي رواية في كتاب السير إلى قبر أبي عبد الله الحسين من زار الحسين عارفا بحقه كتب له بكل خطوة حجة وعمرة. صلوات حيدرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله أحببنا نسمع منك نعي ولو لدقيقة يا سماحة خادم الزهرة، سماحة الردود الحسين. الله يرعاك حجينا، رحمة الله على والديك، الله يوفقكم إن شاء الله. نبغي نسمع نعي منك. حياك الله. الموالين معي الآن أحببنا نسمع منك نعي. هو قاعد يسمع ماتش كورة. جينا إن شاء الله بخدمتك. حياك الله. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد عجل فرج الله. يا الله. ايه يا عم، ايه يا عم في الزريبه دي يا سماحه الردود واحنا بنشرب كده؟ ايه يا عم، ايه يا عم في ايه؟ يا نبع من يا عيوني يا عيوني. قل اخويا 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 انا مشي انا يا والله مشي انا بدروب سيرة سيرة وديرة قامت تبشر بديرة والله ايه يا عم كل ده نفس ايه يا سماحة الردود؟ انت شارب لبن رايب النهارده، حليب رايب ولا ايه؟ يقولون اجت اخت عباس أسيرة تقول لك تدوي طبول مسباهم دواوين انا مش فاهم ولا كلمه ولا كلمه فاهمها، بس يلا عدي. دواوين صدق عباس تاليها تاليها دواوين ابن الصمات وناصبية دي فهمتها. الناصبية سبية دي. والله عظم الله أجوركم حبيبي الغالي، الله يوفقكم عمي، رحم الله والديك. يا عمك بخير. كم عمرك يا ولدي؟ الله يرعاك حجينا. كم عمرك؟ أنا الحمد لله اقتربت من 90 عاما لكني بصحتي. الله يعافيك حجي، الله يعافيك. كم عمرك يا ولدي؟
انا حجي عمري 42 سنة. يخرب بيتك اكبر مني والله. حياك الله يا ولد، يا مرحبا يا مرحبا، ان شاء الله تزورونا. احببت ان اطلب منك طلب اخير. يا الله. خدمتك حجينا. احببت ان اسمع منك سورة التغابن. يا الله. والله حجي انا بالقراءة الله العظيم بقى حج، هتزعلني بقى. ولا بالقرآن يا ولدي. لماذا يا ولدي انت تشتغل نائحة فقط دون القرآن يا ولدي؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله تمسكوا بالقرآن والعترة؟ وين القرآن يا ولدي؟ احسنتم احسنتم احسنتم. حجينا انا بالقرآن قراءتي ضعيفة لان عندي اخطاء بالقراءة. عندك اخطاء يعني مولود بقك معوج مثلا، مولود مناخيرك فوق راسك، ما هو يعني عندك اخطاء صححها زي ما تعبتنا يا سماحة الردود. ما عندي قراءة قوية. صحح هذه يا ولدي، انا في عمر جدك اليس كذلك؟ نعم نعم. انصحك يا ولدي ان تحفظ القرآن الكريم ان شاء الله. ما اسمك يا ولدي؟ انت الردود من؟ انا اسمي سلام. سلام ماذا؟ الشهرة يا ولدي حتى أتابعك. سلام ماذا؟ سلام الحاتمي. سلام الحاتمي صحيح؟ نعم. طيب حياك الله سماحة الملا سلام الحاتمي. أنت في برنامج بث مباشر مع رامي عيسى على القناة من أهل السنة والجماعة. يستمع إليك الكثير من السنة والشيعة الآن، وصراحة تعجبنا حينما قلت لنا وزعمت أن الحج إلى قبر الحسين ب1,000,000 حجة، والحج مع المسلمين يوم عرفة بحجة واحدة. صرفتم الناس عن حج بيت الله إلى حج القبور والأضرحة، وثم هم وغم ونياحة على آل البيت، ولم يأمرنا آل البيت بذلك، وثم لا تتمسك بكتاب الله. يا سماحة الردود سلام الحاتمي، توبوا إلى الله ودعوا هذه الديانة الوثنية التي كشفت أمام الجميع. حج احنا ما عندنا حج ايه بقى يا عم؟ انا اصغر منك اصلا، بالله عليك بقى فوق بقى. قلت لك رامي عيسى وكده. حياك الله اتفضل. شلون نترك الله يا عيني؟ يا عيني يا قلبي، ده انت طلعت عينينا ايه يا عم بالله. واحنا داخلين مسابقه رفع صوت، داخلين مسابقه اطول نفس. وبعدين يا سماحه الردود فين القران؟ هو دين آل البيت لطم ونحيف فقط؟ القرآن كتاب الله كتاب أهل البيت إن شاء الله. لا هو كتاب الله تبارك وتعالى، ونزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآل البيت كانوا يحفظوا القرآن كما أن أهل السنة يقتدون بآل البيت. آل البيت قالكوا احفظوا لطميات بقى ونياحة وما شابه ذلك. قراءة القرآن لها أهلها وأهلها. لا يا حبيبي، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليه؟ لا هذه لها أهلها. احنا شاطرين فقط في النياحة والندب والمتعة والخمس، لكن القرآن تركنه لأهل السنة خلاص. والاقتداء بآل البيت ليه أهله، ونحن من اقتدينا بآل البيت. عند صلاة العشاء. نعم. اي ما القرآن لا ما نهجره. شلون نهجر القرآن؟ كتاب الله. يعني انت القرآن، طب انت حافظ كم سورة من القرآن؟ حافظ سور كثيرة الحمد. قل هو الله أحد، سورة أنا أنزلناه في ليلة القدر، سورة قل هو الله. ما احنا قلنا قل هو الله أحد. ثلاثة. مبروك عليك يا ما شاء الله. لا استنى اسلم عليك، هسلم عليك استنى. مبروك يا سماحة الردود ان شاء الله. 3 ان شاء الله. وحافظ كم لطمية؟ والله قدر الامكان يا حجينا. ان شاء الله. حج بقى قدر ديت بقى اقول. وانت بقى ما احنا نقعد بص همسك النهارده لطميه النهارده اقول ديت ايوه وديت ولا خلاص كثير لطميات تجيب ماني تجيب نسوان، لكن قرآن خلاص قرآن ينتفع به. خليه لأبناء العامة فقط. يا سماحة الردود توبوا إلى الله. أنصحك تترك العداء لأهل البيت. والله عوام، هي دي مصيبتكم. نبين ونكشف أنكم أعداء لآل البيت، ونبين أنكم تكذبون على آل البيت. يبقى احنا نواصب نبغض الإمام علي ونبغض آل البيت. والله أنا أقتدي بآل البيت أكثر منك، وأنا متمسك بآل البيت أكثر منك. سلني عن أي شيء عن آل البيت الآن في تمسكي وسترى. تفضل. اخفت المباراة اللي انت قاعد تشاهدها الآن وقول لي سألني عن أي شيء. سألوني قبل أن تفقدوني. حجينا. سألوني قبل أن تفقدوني. وسيب حجينا إيه، بقول لك أنا أصغر منك في العمر. سألوني قبل أن تفقدوني.
بتقول لي القرآن لناسه، ده أطفال أهل السنة حافظين القرآن. القرآن لأطفال أهل السنة، أما شيوخ الشيعة ورواديد الشيعة ما لهم في القرآن. سمحت الردود، ضيعتوا الناس. هتأتي يوم القيامة تحمل أوزارك وأوزار اللي تبعك. دور لك على شغلانة شريفة، والله العظيم دور لك على شغلانة شريفة أحسن لك. روح اشتغل سمكري سيارات، والله أحسن لك، وهذه ليس إساءة لهؤلاء. اشتغل في ورشة، اشتغل، والله لو هتلم تنظف في الشوارع أشرف لك والله من الكذب على آل البيت. انت هتكسر الكيبورد يا عم اللي انت ماسكه على رجلك هذا، سيبه الان وخليك معايا. والله يا حجي ما اعرف يعني، سبحان الله عداكم ليش اهل البيت، ما اعرف يعني انتم شنو اللي يمثل عليكم، ما ادري يعني ليش. اثبت لي الان ان انا معادي لآل البيت. انت بحكيك هذا يعني ما اعرف يعني. ايوه بحكيك هذا تكشف المعممين والرواديد ان هم لا يحفظون القرآن، تبقى معادي لآل البيت. تأمرنا بالتوحيد وعدم قول يا حسين ونقول يا الله، يبقى معادي لآل البيت. تأمرنا بعدم اللطم والنياحة والتطبير والتطيين وتشويه سورة الإسلام، تبقى معادي لآل البيت. انت ما بتكفرش ابو بكر وعمر وعثمان، تبقى انت معادي لآل البيت. انت لا تطعن في عرض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تبقى انت معادي لآل البيت. انت لا تتزوج متعة، تبقى انت معادي لآل البيت. انت لا تسب ولا تشتم ولا تلعن، معادي لآل. انت لا تتطين ولا تطبر، انت معادي ناصبي يا ملعون. ليش يسوون العنصريه والطائفيه بين الناس؟ دينك بيقول لك كده، ودينك بيقول لك استخدم التقيه. فرئيس المحدثين عندك الملقب بالصدوق قال في رساله الاعتقاد، قال واعتقادنا في التقيه انها واجبه كوجوب الصلاه، او واجبه من ترك كان بمنزله من ترك الصلاه، والتقيه واجبه لا يجوز رفعها الى ان يخرج الهارج. تامنون بالرسول لو ما تامنون بالرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام؟ اؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول حسين مني وانا من حسين. ايه يعني ونحن بنحب الحسين؟ يعني نعمل ايه؟ الحسين مني وانا من الحسين، ماذا افعل يعني؟ هذا القول النبي بيقول لي يعني ادعوا الحسين من دون الله؟ النبي بيقول لي هذا القول روح تمتع؟ النبي بيقول لي الحسين من اروح الطم وطبر وتطين؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحسين من اروح اطلع للناس كده مره واحده ايه يا عم انت بتبيع غاز يا عم؟ في يا عم الردود بس ايه يعني؟ انا الحسين مني وانا من الحسين، هذه مالها باللي انتوا بتسووه؟ التنمر على الناس حرام حرام. ده مش تنمر يا عم، ده بما انك عارف اللي انت عملته حاجه مقززه ومتعبه، وان شغله الرواديد ديت حرام عليك. انت بتستفاد اما تبكي الناس، ليه تبغي تبكي الناس؟ استغفر الله ربي واتوب اليه. ما اسمهاش استغفر الله، هي بالغين، استغفر الله مش استغفر الله ربي واتوب، اسمها استغفر الله. ليس الحسين وليس علي وليس الحسن وليس الله خالقنا سبحانه عز وجل، وهو اللي رازق وهو المعافي وهو المميت وهو الحي القيوم. تعال بقى واحده واحده نمسكها انا وعد. الحي القيوم علي بن ابي طالب عياذا بالله في معتقدك كما في مشارق انوار اليقين انه هو اسم الله الاعظم. والحسين بيذهبون ويقولون يا حسين ارزقني، وشغل لك معمم بحريني بيقول لك الان نعم تذهب الى قبر الحسين وتقول يا حسين ارزقني. والخالق الرازق علي بن ابي طالب لانه قال انا ارسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، انا مجري الانهار، انا غارس الاشجار ومجري الانهار. اسالك سؤال تدلل يا بعد قلبي. من الذي خلق علي بن ابي طالب؟ قالوا في روايه عندك ذكرها حسين الفهيد، قال ان مروان بن الحكم وقف على منبر النبي صلى الله عليه واله وسب علي بن ابي طالب والعهد على حسين الفهيد، فقال فخرجت كف من قبر رسول الله. وروايه عندكم بيقول ان هي في كتاب تفسير العترة الطاهرة، خرجت كف مكتوب عليها أتسب علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك؟ أتسب من خلقك؟ هذا رضوان حسين الفهيد. وعندك في كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي في يدي الآن، قال علي بن أبي طالب أنا غارس الأشجار وأنا منزل الملائكة منازلها. معايا؟ نعم. الصفحة راحت فين؟ ثواني يا شيخ أهي. قال الإمام أنا صاحب الخلق الأول قبل نوح. كان في خلق قبل نوح، الإمام علي هو اللي خلقه.
ولو علمتم ما كان بين نوح وبين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها، الإمام علي اللي عملها، وأمم أهلكتها فحق عليهم القول فبئس ما كانوا يفعلون. أنا صاحب الطوفان الأول، أنا صاحب الطوفان الثاني، أنا صاحب سيل العرم، أنا صاحب الأسرار المكنونات، أنا صاحب عاد والجنات، أنا مدمرها، أنا صاحب ثامود والآيات، أنا مدمرها، أنا مزلزلها، أنا بانيها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا محييها، أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. ده يا عم بتصلي ايه؟ مش وقته، ده كفر. هو انت اي حد ياخدك تروح معاه كده؟ عيب يا عم. ما لو واحد ياخدك بالليل ولا حاجه يقول لك تعالى اجيب لك حاجه حلوه وياخدك يقلبك وياخد الفلوس اللي معاك، اوعى تفهم غلط. لا، الكلام ده كفر. المفروض تقول لي اعوذ بالله، سبحان الله، اعوذ بالله من هذا الكفر. هذا موجود في الخطبه الافتخار والخطبه التطنجيه صفحه 264 وصفحه 265، سماحه الردود سلام الحاتمي. يا عم افيكوا بقى، والله هتكونوا حطب جهنم، اقسم برب الكعبه لو ما تبتوش ومتم على هذه العقيده. افك بقى يا عم بقى. من يا بلد هتموت. انا شيخنا من يا بلد. انا السيد حيدر الموسوي. لا انت لا سيد ولا مسوي، الصوت مالتك يا اما مصري يا اما تونسي. لا مصري، مصري والله. يا اهلا وسهلا بمصر، اخواتنا ان شاء الله. وان شاء الله انتم مش يا اخواتنا في الانسانيه، بس سيبوا الشركيات دي بالله عليه. الامام علي كده قال: وحقي وعظمتي لاقتلن اهل الشام بكم قتلته. الامام يحلف بحقه وعظمتي. ايه يا عم الحاجات دي يا عم بقى؟ يا حج وينها؟ ماكو احاديث والله العظيم في يدي. خلاص كان الناس ما بيصدقوش. لو ماكو كده احاديث، امال انت قلت لي اللهم صل على محمد. يعني انتوا بتصدقوا اي حاجه؟ والله موجود في كتاب مشارق انوار اليقين، والناس معانا الان وسامعه وهتعيد. شوف بيقول لك ايه بقى. قال الامام سلام الله عليه: انا رافع ادريس مكانا عليا، انا منطق عيسى في المهد صبيا. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ايوه كده، مش عايزك ايوه كده اتعلمت. ما شاء الله يا سماحه الرسول سلام. ايوه كده اتعلمت. محدش ياخدك ويضحك عليه. اللي رفع ادريس مكانا عليه هو الله، واللي انطق عيسى في المهد صبيا هو الله. فكيف يقولون الامام علي قال ذلك في خطبه الافتخار صفحه 266؟ تسنن بقى يا سماحه الردود. تحب تكون سني معانا وتنجو من الشركيات؟ السنه والشيعه اخوه ان شاء الله. لا والله احنا مش اخوه بهذه العقيده. هذه العقيدة احنا نبرأ إلى الله منها، أعوذ بالله. لا، لسنا بإخوان لهذه العقيدة والله. عقيدة أبو جهل وأبو لهب أرحم والله. أشكرك أنا حجي، أنا أشكرك وأشكر شعورك إن شاء الله. طيب يا حجي قول ورايا بقى، أنت بتحب أبو بكر وعمر؟ خلفاء لهم منزلتهم وموقفهم في الإسلام، والله يزكي الأنفس وليس أنا. ما شاء الله. هم ناس خلقوا وخدموا الناس، والله يجزيهم بالخير. طيب سامع يا شيعي سماحة الملا سلام الحاتمي اللي كان بيقول قصيدة كسر الضلع، الآن بفضل الله ينكر كسر ضلع الزهراء، وأن عمر بن الخطاب كسر ضلع الزهراء، ينكر ذلك الآن. صح يا سماحة الردود؟ نعم. من الذي كسر ضلع الزهراء؟ أعداء أهل البيت. من هم أعداء أهل البيت؟ الناس الوحشة. أنا ما كنت يوم حتى أذكرهم، أنا بذاك الجيل الله العالم. أيوة قول معايا بقى: لعن الله من لعن عمر. يلا قول معايا: لعن الله من لعن عمر. لا حرام حجي، حرام. ليش بقى حرام ديت؟ مش احنا انفسكم يا سماحة الملا سلام الحاتمي؟ قول معايا كده علشان الشيعة، اصل في بعض الروافض بيلعنوا عمر رضي الله عنه ظنين انه كسر ضلع الزهراء، فانا وانت عايزين نعلمهم الان. قول الان: لعن الله من لعن عمر. يلا قول معايا. محجي حرام، ليش تلعن الانسان وانت ما شايفه بعينك؟ تسب الانسان وانت ما مشاهد بعينك. انا ما ثبتش انسان بعينه. هو في حد بيلعن؟ هو في شيعي بيلعن عمر؟ هو في شيعي ما انت لسه قايل الشيعة والسنة نفس واحدة، فهل في شيعي يلعن عمر؟ لا ما حد يلعنهم. لا جميل جدا، ما حدش يلعنهم. فقول معايا بقى يا سماحة الردود سلام: لعن الله من لعن عمر. يلا قولها معايا: لعن الله من نعل أعداء أهل البيت. الله أكبر. ما أنا عارف. لعن الله من لعن أعداء أهل البيت. يخرب بيتك يا سماحة الردود، أنت خربتها.
انت قلت لعن الله من لعن اعداء ال البيت. امال انت كنت من شويه لسه لعنت اعداء ال البيت من شويه. انت لعنت نفسك يا سماحه الردود. تعالى بس بالله عليكم، الرواديد بياكلوا ايه؟ هو انتوا بتباتوا في زريبه ولا يا سماحه الردود؟ انت لعنت نفسك. تعالى بس، انت لعنت نفسك. انت قلت لعن الله من لعن اعداء ال البيت، ومن شويه قلت لعن الله اعداء ال البيت قبلها. نعم نعم. الله المستعان. انت حافظ سوره التغابن؟ لا ما حافظ، قلت لك انا بالقران ضعيف، رجل امي. الله يهديك يا سماحة الردود. طيب أنا اسمي رامي عيسى، تابعني على اليوتيوب بقى يا سماحة الردود، تابعني على اليوتيوب لحسن أنا تعبت. اسمي رامي عيسى، وتوعدني من اليوم تدور لك على شغلانة شريفة إن شاء الله، ولو عايزنا ندور لك على شغلانة في العراق أدور لك. شوف فرن خبز بيطلع، روح اشتغل في فرن، والله أشرف لك أقسم بالله من النياحة المستأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعث النائحة احنا ننفق، احنا حجي، احنا ننفق على مذهبنا، ما ناخذ من مذهبنا، احنا نشتغل ونطل مذهبنا، مو ناخذ من عده. الله، يعني الرواديد ما بياخدوش؟ يعني الطياره الخاصه اللي باسم الكربلائي دي جايبها منين؟ سبحان الله، حينما قال يا حسين وخدم آل البيت خرجت طياره من طائره من تحت الارض خاصه لباسم الكربلائي خادم الزهراء صلوات حيدريه. هذا كله بركات من الله. ايوه بركات، نزلت بركات كده. باسم الكربلائي كان كل يوم يقول بقى انا هعمل النهارده الشهر ده هعمل 30 قصيده على ابي عبد الله ولن اخذ فلوس. فبيبص هو نايم، قام الصبح لقى فوق السطح عندهم طائره خاصه. هذه بركات آل البيت. صح؟ صحيح. لا بالله عليك، انا ضغطي يترفع وانا راجل تعبان. كفايه يا عم، كفايه هتقعد تقول لي صحيح. كفايه سمحت الردود سلام كده، كفايه. الله يكرمك وربنا يبارك لنا في صحتنا يا عم. المهم بس خش تابعني، اسمي رامي عيسى. ماشي يا حبيبي؟ هلا بيك، هلا بيك ان شاء الله. رامي عيسى وتابعني. الله يكرمك. هلا بيك، هلا عيني، هلا. لا لا لا، انا هتعب والله، هتعب. انا والله العظيم حاسس مش هعرف اكمل البث المباشر ده، لا بهذه العقليه والناس اللي بكلمها هؤلاء والرواديد. اخر ممكن 6 شهور كمان وخلاص المخ خلاص هتعب، مش هعرف اقوم من مكاني واروح واجي كده خلاص. بقول ونزلت البركات فوق السطح. نعم. ايه ده يا عم؟ والشاب يجلس تحت قدمه في الحسينيه يبكي، وده يقف ويمسك الورقه يقوم عامل لهم كده. بصوا والشيع بقى قاعد وكل واحد يمسك منديل، اللي يمسك منديل لونه موف، واللي يمسك واحد منديل ابيض. والله بنشوف الفيديوهات ديت. بيبكوا على ماذا؟ يبكون على ماذا؟ أين عقول هؤلاء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كان معكم الردود خادم، اسمه كده على اليوتيوب، على الفيس، خادم الحسين الملا سلام الحاتمي. أيوة السلام عليكم. شيخنا أنا طالبك مشان الله. حياك الله، اتفضل. أنا عندي سؤالين إن شاء الله ما ياخذون وقتك. يعني أنت سني ولا شيعي؟ سني، بس والله طالبك يا شيخنا. اتفضل، هات السؤال الأول. السؤال الأول، في واحد صاحبي شيعي كنت أنا وياه بنقاش، فعم يقول لي إنه نحن السنة لما نحط إيدنا على صدرنا إنه بالصلاة على هاي صلاة اليهود، فأتمنى إنه جاوبني عليه يا شيخنا. وانا هجيب لك فيديو تاني بقى لصلاة الأصنام، هجيب لك صنم واقف كده زي وقفة الشيء ونقول له صلاة الأصنام. لا يا حبيبي، ليست صلاة اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيدينا اليمنى على اليسرى في الصلاة. قول له لو صلاة اليهود يا ولا مال التربة اللي انتوا بتسجدوا عليها، والصلاة النقر كما ينقر الديك، ده صلوا صلاة كالديك وكالكلب وكالحمار في رفع رؤوسهم والنقر والانبساط على الأرض، هكذا عملوا كل ما يفعله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هات السؤال الثاني. السؤال الثاني هو هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل حرق بيت عائشة؟ بيت فاطمة. بيت فاطمة، آسف. أعوذ بالله. ليه ما كانش متزوجة رجال ولا إيش؟ أنا لو واحد بس نظر لزوجتي كده أموت عليها، يعني أموت بالدفاع عنها، أموت على هذه النظرة، نظر لزوجتي فقط، إما أنا وإما هو أقتله. نظر مش يجي البيت، مش يدفع زوجتي، مش يلمس زوجتي، مش يعصر زوجتي بين الباب والحائط. قول له بس انت قول له علشان بس الدياسه في دمك فتظن ان علي رضي الله عنه يرضى بذلك عياذا بالله. شكرا لك يا حبيبي. الله يسلمك، الله ينصرك يا زلمه. يا حبيبي جزاك الله خير. ما شاء الله هجيب لكم حته معمم الان.
اضغطوا لنا لايكات ايها الاكارم، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. احنا بس بنستقطب شويه معممين جدد. ايوه السلام عليكم. الو. اتفضل. انا ممكن ادخل بس. انت في البث سني ولا شيعي؟ انا شيعي. اهلا وسهلا بك، تفضل. انت مع رامي الان في البث ألو؟ يا حبيبي، انت مع رامي في البث منذ المكالمه. اتفضل. يا حبيبي. حياك. عندي سؤال بدي اسالك اياه. حياك. طب انت الاول قبل ما تسالني يا حبيبي، انت شيعي ليش؟ شو شيعي ليش؟ الله يخلقني. لا والله، ما من مولود الا ويولد على الفطره، فابواه يهوداني او ينصراني او يمجساني. انا اقصد يعني انا ربنا اتفضل تكلم. تفضل. انا اسف، تفضل انت تكلم. يا حبيب قلبي محترم انت. الله يسعدك. انا ربنا خلقني ببيئه كلها شيعة وخلقت شيعي. حياك الله. طيب انا ردا على سؤالك. طب هرد على النقطة دي تسمح لي ثم اخذ سؤالك. تفضل. وايضا الصحابة ولدوا في بيئة مشركين، بل كان يحيط بهم الأصنام من كل جانب، كان 360 صنم حوالين الكعبة، وكان يؤتي البنات وما شابه ذلك، ومع ذلك ليس حجة من مات منهم على الشرك دخل النار، لأن النبي دعوهم، أنا بتكلم عن مشرك قريش، فمنهم من أصبح من خيرة هذه الأمة الصحابة الذين آمنوا، ومنهم من أبى. فهذا يعني ان انا لو ولدت في بيئه شيعيه واستلاط وتطبير وتدين وسب وغلو في ال البيت، لابد برضو ان انا يكون عندي القران الكريم اهوت، ولا بد ان هو يقودني الى الحق حينما اقراه. لو الانسان قرأ القران الكريم وعمل بما في القران الكريم سيترك التشيع فورا. تفضل يا حبيبي، هات سؤالك. ممكن رد عليك رد صغير قبل السؤال؟ خد راحتك، وانا اتشرف بك لانك ان شاء الله الشيعي مؤدب باذن الله. حبيب قلبي. اول شيء انه انا ما بطبر، هي اول شغله. ما شاء الله. وانا بقرا بالقران وبتبع كلام رب العالمين. التطبير وما التطبير وهالقصص انا ما خصني فيها بصراحه، هي اول شغله. واول شيء وثاني شغله انه لما تقول انت صحابه او تقول اهل البيت او تقول ابن بنت رسول الله او تقول من هالقصص، هول ناس نزلوا عند ربنا، لهم مقام عند ربنا. بقى ما فيك تجمل انت بوقتي انا كيف خلقت وتقول الصحابه كيف خلقوا، او انا كيف خلقت، او اهل البيت الرسول كيف خلقوا. هذا اول سؤال. طيب. اول ردا على سؤالك، بس عندي سؤال المهم. تفضل. اذا جاوبتني عليه قدام الناس كلها حتسنن. تفضل. قدام الناس، واشهد ان لقيت السؤال عندك والجواب عندك، ما لقيتوش عند حدا. ربنا ماشي، ربنا لما خلق البشر وخلقنا كلنا بيعرف هو قبل ما ينزلنا على الارض وقبل ما نيجي على الارض، بيعرف انه رامي عيسى على الجنه، او ولا انا اسامه على النار، ولا اكس على الجنه ولا اكس على النار. بيعلم بهذا الشيء. اكمل سؤالك كامل وانا هرد عليك ان شاء الله. اتفضل. اكيد طبعا بيعرف، لانه ربنا يعلم بكل شيء. نعم. طب ليش خلق مثلا اسامه وعارفينه رايح على النار؟ وليش خلق رامي عيسى وعارفينه رايح على الجنه مثلا؟ يا رب اجعلني من اهل الجنه يا رب، واسال الله ان يجعلك من اهل الجنه ان شاء الله. بس هذا سؤالي. طيب حياك الله يا حبيبي. انت اسمك ايش يا حبيبي؟ اسامه. حياك الله اخويا اسامه. هل انت تعلم ان الله يعلم الغيب؟ طبعا. وتقر بذلك صح؟ طبعا. ممكن اعرف انت عملك ايش؟ شغلك اللي بتعمله. شو بشتغل؟ شو بتشتغل؟ انا نجار. نجار. طب اخويا اسامه، انت الان في المانيا صح؟ ولا ألو. تسمعني؟ ايه هلا سمعتك. طيب اخويا اسامه، هل انت عملت اليوم؟ اشتغلت اليوم؟ لا. اشتغلت متى اخر مره؟ من جمعة وشوي. طيب ليش نزلت الشغل؟ ذهبت الى العمل لحتى اطلع مصروف، اطلع لاكل واشرب.
طب هل الله يعلم ان انت كده كده هذا الرزق هيجيك من العمل؟ طبعا. طب ليش ما جلستش في البيت طبعا. وهذا الرزق كان هيجيك؟ ما الله يعلم. ممكن انا وقاعد بالبيت يجيني الرزق. ايوه بس ما كانش هيجيك الا لابد انك تاخذ بالاسباب، فانت خرجت تاخذ بالاسباب حتى ياتيك صح. الرزق. ايوه، فالرزق لو احنا مشينا بهذا الكلام ان الله يعلم ودخلنا المشيئه والعلم في عمل الانسان خلاص. وليش الطالب يذهب الى الاختبار وهو يعلم ان الله كاتب هو ناجح ولا راسب؟ فليش يروح؟ ما هو مكتوب وخلاص نجلس في بيتنا. لا، الله قال وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه والليل إذا غشاها والسماء وبناها والأرض ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله هديناه النجدين، الله بين لنا الطريقين. أنا الآن أخي أسامة ماشي أنا وأنت، وفي طريق مظلم وآخر هذا الطريق حفرة، ولا أي حد يمشي في الطريق لابد أن يسقط في الحفرة، وفي طريق مضيء. صحيح. أنت بعقلك هتمشي في الطريق المظلم ولا المضيء؟ المضيء. طب والله يعلم أنت هتمشي في أي الطريقين، صح؟ الله يعلم أنت هتنجو ولا لا، صح؟ طب ليش ما تمشيش في الطريق المظلم وتقول الله يعلم؟ هي يا أخويا الحبيب. لأنه ربنا كتب لي إن أنا أمشي بالطريق اللي ما هو كتب لك وأنت وأنت اخترت لنفسك، فأنت مخير في الاختيار. ما هو الله سبحانه وتعالى خلقك، الله لم يقل لك كن كافر، الله لم يقل لي يا رامي اعبد الأصنام، الله لم يقل لي يا رامي إذني أو اقتل أو اسرق، فأنا ما أروحش أقتل وأتحايل وأقول على الشرع وأقول الله سبحانه وتعالى يعلم وكتب لي إن أنا أقتل ذلك. لا، الله قال لي الآن، الله تركني الآن الله سبحانه وتعالى لعملي، فهديناه النجدين أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وأنا اختار. فأنت الآن كنت ممكن تمشي في الطريق المظلم وتقع في الحفرة، وبعد ما تقع في الحفرة أخويا الحبيب أسامة تقول أنا مكتوب. لا، ما عملتش كده. مش أنت كنت ممكن تمشي ما عملتش كده ومشيت من الطريق الثاني المضيء لأنك إنسان عاقل وربنا خيرك، فأنت تختار الطريق اللي تمشي فيه. طيب بعتذر أنا إذا عم متأخر عليك أو على المشاهدين أو عم باخذ من وقتك كثير، بس في نقطة صغيرة. في نقطة صغيرة أنا ما وصلت لها بعد. لأنه أنا لو ماشي أنا ورامي عيسى، الأخ رامي عيسى، وهيدا المكان النور والمكان المظلم، طب أنا رحت على المكان المظلم والأخ رامي عيسى راح على المكان النور، طب هذا مش ربنا كتب لنا هيك؟ أو أنت اللي اخترت. ما هو ده بالظبط يا حبيبي زي مدير المدرسة، ولله المثل الأعلى طبعا، نقدر نمثل على الله. احنا عندنا مدير المدرسة، عندنا مدرس بيشرح للطلبة، وفي طلبة لا تريد الشرح بس شرح لهم جميعا، ففي طالب يريد التركيز والاستماع لكلام المدرس لينجح، وفي طالب لا يريد أن ينجح. طب ما هو ربنا عارف الطالب هينجح ولا مش هينجح. الله يعلم الطالب اللي هينجح والطالب. طب ليه المدرس يشرح بقى؟ ما هو المدرس المفروض يقعد في بيته لا يشرح. احنا لو مشينا بمثل هذه العقلية أو بهذا الأمر أخويا أسامة، يعني لا تترك نفسك للشيطان يستطرد معك في الأفكار. لو مشينا بنفس هذه العقلية، المدرس هيجلس في بيته مش هيدرس لحد، والعامل انت مش هتنزل لعملك، هتجلس في بيتك. ما انا ربنا كاتب لنا ان كنت هموت من الجوع بقى، ولا ان كنت هياتيني رزق فهجلس. النبي قال فاعملوا فكل ميسر لما ميسر لما خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال مسؤول النبي على سؤال قريب مما انت قلت، قال فاعملوا مكتوب، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فانت اعمل واجتهد واعلم أن الله ليس بظالم، وأن الله حكيم رحيم عدل. شكرا لك. هذا السؤال حرام؟ أنت الاستطراد في مثل هذه الأسئلة الشيطان يقودك إلى باب الإلحاد. فأنا نصيحة لك يا حبيبي. أوكي، بس أنا ما وصلني الجواب أستاذ رامي. بس خلص والله يضيع عليك الوقت. طيب عموما وصلك الجواب أخي أسامة والله، وضربت لك 3 أمثلة واقعية. ضربت لك مثل عليك أنت، وبما انك تعلم ان الله سيرزقك ليش نزلت الشغل؟ انت تعلم ان في رزق هيجيك. الله يعلم ان في رزق هيجيك. انت نزلت العمل
في الدولة اللي انت فيها الآن، وأنت تعلم إن في رزق مثلا $100 هيجوك الجمعة القبل الماضية، الله يعلم إن هيجيك رزق بقرابة $100 الجمعة القبل الماضية، وانت تعلم أن الله يعلم، ليش نزلت الشغل؟ صح، عم تحكي مزبوط، بس قبل ما تسكر الخط او قبل ما اقفل بدي اقول لك لو ربنا بيعرف انه نحن على النار ليش خلقنا؟ طب ما انا بقول لك اهو، ما انا بحلها لك بالطريقه اهو. ربنا خلقك وبين لك الطريقين، بين لك طريق الصواب وطريق الخطأ، انت اللي عايز تمشي في طريق الخطأ. الله سبحانه وتعالى قال لك ان هذا الطريق نور، لو مشيت في هذا الطريق هتدخل الجنة. امرك بايه؟ امرك بعدم القتل ولا السرقة ولا ان تظلم الناس وان تعبد الله، فانت جيت قلت لي لا، أنا أريد أن أقتل الخلق جميعا، أنا أريد أن أقتل فلان وفلان وأزني بحليلة جاري بزوجة جاري، وأريد أن أسب وأشتم، وأريد أن أسرق، وفي الآخر تيجي تقول لي هو ليه ربنا دخلني النار؟ هو ليه ربنا خلقني؟ لا، الأمر لا يقاس هكذا. أنت الله سبحانه وتعالى فهديناه النجدين، الله سبحانه وتعالى قال فهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها. أنت اللي بتختار لنفسك، أنت اللي بتخير لنفسك، وعلم الله المسبق فوق كل شيء، فأنت اللي اخترت لنفسك هذا الطريق. ولما أنك أقررت في الأول إن الله سبحانه وتعالى تعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم إن هيجيك الرزق، ومع ذلك نزلت للعمل، فأنت يا حبيبي الذي تختار، أنت من تقرر ما ستفعله. والجنة جنة الله تبارك وتعالى يدخل فيها من شاء من عباده الصالحين، ويبعد عنها هؤلاء الفجار الذين ما زالوا يصرون على الشرك والقتل والذنوب والمعاصي. أصلا أن يهديك يا أسامة وأن يأخذ بيدك إلى نور التوحيد. ولذلك يا أسامة أنا قلت لك لا تستطرد في مثل هذه، لأنك ستدخل على باب من التشيع، من ظلمات التشيع لظلمات الإلحاد. أصلا أن يهديك وأن يأخذ بيدك إلى الحق يا أسامة. للأسف بيصعبوا على الواحد والله، بيأتوا بشبهات الملاحدة. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. سني أم شيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا صدق الله العظيم. الصوت يقطع. إن شاء الله من المهتدين أنا. ما شاء الله، هنيئا لك يا حبيبي، أسأل الله أن الحمد لله والشكر لله. مهتد. والله إني أتابعك، يعني حجتك يعني لطيفة جدا، ومبادئك اللي تطرحها كلش لطيفة يعني، ومفيدة علميا وعقليا من المنطق. الله يوفقنا وإياك يا حبيبي. أنت مهتدي وحدك؟ الله يحفظكم أستاذ رامي. إن شاء الله. بمفردك ولا الأسرة عندك فيها أحد مهتدي؟ ما أقدر، صعبة يعني، صعبة تغير فكر أسرة مبنية، يعني صعوبة، أواجه صعوبات. أنا دائما أشرح وأبين للأسرة، أبين لهم مواضيع، أشرح أفسر لهم، ما صعوبة. لكن لا تخبرهم يا حبيبي أنك أنا أرى الأفضل للمهتدي لا يخبر أسرته أنه مهتدي، إنه اهتدى أو أنه أصبح سني. لكن لو في أسرة، يعني في واحد بيكون قريب من أسرته في مزاح وضحك مع والديه واحترام وتوقير، وفي أسرة بتكون متشددة في الدين جدا، وفي أسر تكون مش متشددة في المعتقد الرافضي، فدي ممكن أنت فعلا توضح لهم دون أن تقول لهم أنك تسننت، توضح لهم بطريقة بسيطة. هل الأفضل قول يا الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟ يعني يقول لأبي مثلا يا أبي هل الحسين عبد ولا مش عبد؟ الحسين عبد لمن؟ هيقول لك عبد لله. قل له طيب الله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فأنت ما توجه له كده. لكن في أسرة متشددة أخويا الحبيب، فالأسرة المتشددة دي صح. أنا أقول للشيعي المهتدي اخفي هدايتك عنهم ولا تتحدث عنهم حتى لا تتأثر، وحتى بإذن الله تبارك وتعالى تبدأ بأنك تقوى بإذن الله تبارك وتعالى على عقيدتك. الحمد لله والشكر لله. أحسنت أستاذ رام، جزاك الله ألف خير. وإياك يا حبيبي، وهنيئا لك الهداية. شكرا جزيلا. إن شاء الله تواصل معي حتى تبدأ معنا في حفظ القرآن وتعلم إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياك يا حبيبي. أستاذ رامي عندي سؤال بسيط. اتفضل.
عندنا السنة الهجرية تبدأ 1 محرم. تمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر، وصل إلى المدينة في ربيع، في شهر ربيع. كيف يعني؟ أنا أقول يعني كيف؟ والله أخويا مرتضى، لعل اختلاف الأيام. أولا أنت تعرف بيتقوم التقويم الهجري من كم شهر؟ التقويم الهجري من 354 يوم. طيب أنت تعرف أن في أيام، يعني كم شهر؟ 12 شهر صح؟ أن عدة الأشهر عند الله 12 شهرا. ساعات شعبان بيجي ناقص يوم ولا لا؟ شعبان يعني أنا ما متأكد، ما مراجع هذا الموضوع، بس يعني رمضان. سؤالي إنه رمضان يا حبيبي، شهر رمضان ساعات رمضان ممكن رمضان يأتي 30 يوم متمم، وممكن يأتي 29، يعني ممكن يأتي. صح، إذا كانت في ظروف أو إذا كانت يعني حتى يتبين الرؤية الواضحة. نعم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وافطروا لرؤيته. فالقمر مع تغير القمر ممكن يتغير الأيام، مش يتغير أيامه كده. جزاك الله خير. يعني ممكن شيء يأتي تام فعلا. وغيره. جزاك الله خير يا حبيبي. إن شاء الله تواصل معي، لأنه أريدك أن تبدأ معنا في حفظ القرآن الكريم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخنا العزيز. مع السلامة. خلينا نكمل الاتصالات يا اخوه. ايه رايكم؟ اضغطوا لنا شويه لايكات. يا الله، سيد حيدر الموسوي يتحدث اليكم من هنا. الشيخ ناجي، أفا عليك، تسكر الخط في وجهي أيها الناصبي. طيب خلينا أفتح لكم الاتصالات ونبدأ نأخذ اتصالات ضيوفنا الإمامية الاثني عشرية. احنا كده معانا ما شاء الله أول مهتدي أخونا الحبيب اللي اتصل دلوقتي. أيوة السلام عليكم. حياك الله. سني أم شيعي؟ لا الحمد لله سني مهتدي، بس من سنوات، ولكن ليس من الدين الشيعي. ما شاء الله. من العلوية. يا الله. من سوريا. من سوريا الأصل. نعم. نعم ما شاء الله. مهتدي أنت والأسرة؟ نعم أنا والأسرة من سنوات. ما شاء الله. كم عددكم؟ 7 والوالد والوالدة ما شاء الله 9. ما شاء الله. هنيئا لكم والله. نعم. حياك. الحمد لله الذي أخرجكم من الظلمات إلى النور. تفضل. الحمد لله. في سؤال شيخنا، تعرف حضرتك هلا حركة التشييع الكبيرة في سوريا. أي والله للأسف. فالسؤال المهم، هل يجوز زواج السنية من الشيعي أو من العلوي مثلا؟ لا والله لا يجوز. لا يجوز شرعا. نعم. لكن أنا بس هذه المسألة هتدخل في أبواب الآن، إن إحنا عندنا كثير من الشيعة في العراق سنية متزوجة شيعي والعكس، وهذه الأمور فالله المستعان. فهذه أنا لا أريد أن أتشعب في هذه الفتوى لأني لست أهلا لها، لكن لأن هؤلاء النسوة ماذا يفعلن وما شابه ذلك. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، وتحول المرأة أن تلين مع زوجها، تدعوه، تبين له بطريقة لطف وطريقة جميلة عن القرآن الكريم، يراها وهي تصلي وتدعو له وتبين له. صلى الله يوفقنا يا حبيبي وإياك، وأن يسعدنا، وجزاك الله خيرا على هذه المداخلة الجميلة. شكرا لك. شكرا جزاك الله خير. وإياكم يا حبيبي وإياكم. شكرا. مع السلامة. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سني أم شيعي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك أستاذ رامي؟ الحمد لله. معك الدكتور جلاب من الجزائر. حياك الله يا دكتور، تفضل. حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله اتصلت عليك عديد المرات. عذرا والله عندنا اتصالات كثيرة جدا. أعلم أنكم وأردت إخباركم بأمر يعني أمر مهم جدا. تفضل. هناك شخص أعلم أنك تعلمه، يدعى عدنان إبراهيم. نعم. تعلمه؟ نعم. إنه يضلل أهل السنة تضليلا. كان أولا شديد. يا حبيبي والحمد لله أخونا أبو عمر الباحث له اتصالات علينا هنا في البرنامج. بفضل الله تبارك وتعالى اكتب قناة مكافح الشبهات وادخل على قسم عدنان إبراهيم، ما ترك له كبيرة وصغيرة إلا ورد عليه، وغيره الكثير من المشايخ في الكويت وفي المملكة، وبينوا كذبه ودجله، وكثير كثير الله يسعدك ردوا عليه ردا كثيرا. جزاك الله خير يا دكتور. نعم. أعلم ذلك، لكن أنت تعلم صفحات التواصل الاجتماعي التي نراها اليوم والغزو الإعلامي العشوائي دكتور صوتك في هذه بعيد. المنصات. قلت لك الغزو الإعلامي العشوائي في هذه المنصات أدى ببعض المسلمين لاتباع هذه الأشخاص الذين يريدون جذبهم ببعض الأمورات، يعني يجذبونهم بحب آل البيت. لعلنا إن شاء الله ثم يبثون نعم. لعلنا نعمل عنه حلقة، يعني أنا كنت ناوي إن شاء الله بإذن الله لعلنا نعمل حلقة عنه ونبين مثل هذه. تفضل. إن شاء الله. وأريد أن أمرر رسالة عن طريقي. تفضل. للروافض خاصة. تفضل. يقولون أن عليا استضعف من قبل الصحابة لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقولون عليا رضي الله عنه وعليه سلام الله سكت حكمة. فإذا كانوا يحبون عليا رضوان الله عليه والذي سكت حكمة، فلما لا يتبعونه لسكوته حكمة؟ أحسنت، جزاك الله خير. أعلم أن علي. هذه أولا. ثانيا، هم يقولون وإذ جاءك أحدهم من الروافض ويقول عمر فعل كذا وأبو بكر وعثمان كذا وعائشة قالت كذا. نريد رسالة للمسلمين كافة، يقولون لهم دعنا من عمر وعثمان وعائشة وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، دعنا منهم، تلك أمة قد خلت. ناقشني في دين، على ماذا تعترض علي في دين؟ لا تخاطبني في أناس قد لقوا الله تبارك وتعالى وقد قضوا نحبهم، أمرهم إلى الله كما نعلم. ولا تزر وزرة وزر أخرى. دعنا منهم، تعالوا نناقش في ديننا. على ماذا تنتقدوننا في ديننا؟ إننا موحدون لا ندعو إلا الله عز وجل، نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه ونأخذ بظاهر القرآن. جزاك الله خيرا يا دكتور على هذه المداخلة القيمة التي نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتك وأن يوفقنا وإياكم، ورسالتكم وصلت للشيعة ولعدنان إبراهيم رضي الله عنكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إن شاء الله
ونريد أن يكونوا هذه الأناس الروافض أن يكونوا على الأقل حكماء. نحن نعلم أن أكثر همهم هم المال. أي والله، المال والخمس، المال والمتعة، الخمس والمتعة. يحاول الروافض أن يسيروا على هذين البابين، باب المتعة وباب المال، متعة النساء والمال. لذلك يمشي الروافض على هذا ويسيرون على هذا الضرب كثيرا، حتى يعني بيستغلوا شهواتهم بهذا الدين الزائف. حسبنا الله ونعم الوكيل. جزاك الله خيرا يا دكتور وأحسن الله إليكم. خلونا ناخد شوية اتصالات على علماء الإمامية. السيد جواد الحسيني، بسم الله. السيد جواد الحسيني. يلا اللي بعده. احنا خدنا شوية حلوين يعني. الشيخ محمد الحسيني. يا للهول. يلا ناخد شوية معنا عمم ورا الثاني ورا الثالث. يلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سماحة السيد محمد. حياكم الله، الله يبارك فيكم. بشرونا عنكم سماحة السيد. الحمد لله وشكر. شلونكم؟ والله بخير. ما عنكم. نعم، أنا من مصر موالي ومحب السيد حيدر. أحببنا نسلم عليكم ونحن أصدقاء على صفحتكم. حياكم الله سيدنا. حياك الله. نحن نتابعكم وندعو لكم. سماحة السيد محمد. سماحة السيد محمد. تفضلوا تفضلوا مولاي، اسمعكم. والله كان عندي سؤال لو كان وقتكم يسمح. انت مو سيد، انت مصري. انا رامي عيسى. انا رامي عيسى. انت ليش تكذب؟ والله يا سماحة السيد، لاني وجدت اثر في كتاب رسالة الاعتقادات لرئيس المحدثين الشيخ الصدوق، قال: واعتقادنا في التقية انها واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة، فلو تركت التقية كن بمنزلة من ترك الصلاة، فبفعل بدينك. هرب وسكر، هرب. انت ليش تكذب؟ وعشان مصر، هو مصر حرام يتكلم يعني ولا ايه؟ مصر ملوش بق ملوش سنان، حرام يتكلم المصري؟ انت مصري؟ ايوه يا عم مصري، فيها ايه؟ اسمع سؤالي. انا كنت عايز اسالك بس، الزكاة ذكرت في القرآن، خمس الغنائم ذكر في القرآن، الانفاق في سبيل الله ذكر في القرآن، الصدقات ذكرت في القرآن، وين خمس المكاسب؟ وين خمس المكاسب يا سيد الشيخ محمد الحسني؟ الله المستعان. نسأل الله ان يهديهم يا رب وان ياخد بايديهم الى نور التوحيد. احنا نحاول نطلعهم من المستنقع اللي هم ساقطين فيه، ولكن لا يريدون. انت مصري؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ جريمة؟ جريمة عندكم ان يكون واحد مصري؟ شيخ خضير، يا الله يا الله يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا العزيز، حي الله سماحة الشيخ خضير. مولانا حبيبي، الله يسلمكم الله يحفظكم. نتمنى أن تزورونا قريبا في البحرين. يا الله. نسأل الله. حسينية الجعفر الصادق تشتاق إليكم. الله يسلمكم مولانا العزيز. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن نحبكم سماحة الشيخ خضير ونتابعكم.
الله يعزك مولانا حبيبي، الله يسلمكم، الله ينصركم إن شاء الله. والله أحببت أن أستفسر منك في أمر إن كان وقتكم يسمح. بخدمتكم مولانا العزيز. ما هو الدليل من القرآن على وجوب اتباع آل البيت سلام الله عليهم؟ سؤال يسأله أبناء العامة فأحببنا نستفيد منك. مولانا العزيز كما تعرف وأنتم أعرف إن شاء الله، نعم، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول النبي، أقول ما هو الدليل من القرآن على وجوب اتباع آل البيت، ليس من السنة. حياك الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن في كتاب المعتبر من بحار الأنوار لآصف محسني قال أن هذه الآية يدخل فيها قادات الجيوش، وأن هذه الآية لا يوجد فيها الأئمة الاثني عشر. وعندنا رواية في كتاب الكافي تقول تكملة الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر. فحرفت الآية وصحح الرواية المجلسي في مرآة العقول. فما هو الدليل على وجوب اتباع آل البيت يا شيخ خضير؟ أحسنتم مولانا. حياك الله. مولانا سؤال. نعم تفضلوا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة أولي الأمر. نعم. من هم هؤلاء أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟ قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عباس أن أولي الأمر هم العلماء، بدليل أن الله لم يفردهم بالطاعة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر. فعدم إفرادهم بالطاعة دليل على أنهم ليسوا بمعصومين، فممكن أن يحدث خلاف بيننا، فمنهم من قال الأمراء ومنهم من قال العلماء، بدليل أن لا يوجد أولي أمر الآن. كيف أطيع أولي الأمر الآن؟ أنا أقول لك: هل قال الإمام علي سلام الله عليه أنا صاحب آية الطاعة؟ قالها لأبي بكر وعمر وعثمان. نحن نحبكم يا شيخ خضير. جيد مولانا. جيد مولانا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر قد يكونوا العلماء وقد يكونوا الخلفاء كما ذكرت، ومطلق الحكام. ابن عباس ذكر من أقواله أنهم العلماء، بدليل أننا نطيع المراجع الآن فيما يبلغوننا به، والإمام غائب. هل الإمام غائب عندكم في العراق أم غائب عندنا في البحرين فقط؟ نعم. هل ممكن هؤلاء العلماء والخلفاء والقادة اللي ذكرهم ابن عباس هل ممكن أن يخطئوا؟ طبعا يخطئون، ويأمروننا بأمر يخالف ما يريده الله أم لا؟ طبعا يمكن يأمروننا بما يخالف كلام الله. أحسنتم مولانا. فإن طعناهم فإننا ارتكبنا ماذا؟ ارتكبنا إثما. وإن لم نطعهم فلم نرتكب إثما. لذلك الله لم يفردهم بالطاعة، وأنت كلامك صحيح، فطاعتهم بطاعة ما كان موافقا لكتاب الله وسنة النبي. يعني لو الحاكم الآن أتى وأمرني يا سيد حيدر الموسوي أريدك أن تفعل كيت وكيت وهذا الأمر حرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا أطيعه. لذلك عندنا المرجع صادق الروحاني الذي مات قريبا، كان يفتي عنده في رسالته العلمية وغيره كما تعلمون بجواز تمتع البكر بغير إذن وليها، وأنت تعلم أن هذه فتوى عند كثير من المراجع، أليس كذلك؟ نعم سيد. أنت تقبل ذلك على ابنتك؟ أنت الآن لو بنتك جاءت وقلت لها أين كنت يا بنيتي؟ فقالت أنا كنت في السوق أشتري كنت في المدرسة أو في الجامعة، وهي كانت في شقة مع صديقها، وأنت علمت وقالت أنا أقلد المرجع صادق الروحاني، فهل أنت ترد عليها؟
سيدنا إذا تسمح لنا أنه ما ندخل بالجزئيات. أنا أعتذر من هذه الجزئيات. إذا أنا أحاججك سماحة الشيخ بالرواية التي موجودة في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول التي موجودة في الكافي وصححها المجلسي في مرآة العقول. قال أبو عبد الله أن الآية نزلت هكذا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعا في الأمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر. فحرفت الآية. وقال السيد محمد باقر المجلسي بأن الرواية صحيحة. يا الله. نعم سيدنا إذا تسمح لي. على راسي على راسي يا بعد قلبي. إلى الآن لم أكمل كلامي. تكلموا بما أردت. سيدنا كما ذكرنا أنه أمامنا خيار. إذا ارتكب العالم اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته كونه ولي الأمر، إذا ارتكب معصية فإما نطيعه ونرتكب المعصية والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا على ذلك، وإما أن لا نطيعه والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته. فبكل الأحوال راح تكون النتيجة هي معصية لله، وبالتالي الله سبحانه وتعالى سوف يكون قد فرض علينا المعصية ويحاسبنا عليها. ما الله لم يفرده بالطاعة. إذا أمرني بمعصية لا أطيعه، لأن الله قال فإن تنازعتم في الأمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر. ده في الرواية اللي عندكم، لكن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل ردوه إلى أولي الأمر، فلم يفردهم بالطاعة. اجعلني سماحة الشيخ خدير نحكم أمير المؤمنين يعسو بالدين في هذه المسألة بيننا. هل استدل أمير المؤمنين على الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث بهذه الآية على إمامته؟ سيدنا أنا وياك حاليا مختلفين. بلاش هذا يا سماحة السيد. قادات الجيش الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وآله أو الذين كان يرسلهم أمير المؤمنين عليه السلام، هل وجب على الجنود طاعة قادات الجيش؟ سيدنا أجبني على هذه المسألة. جيش أسامة بن زيد، هل وجب على الصحابة طاعة أسامة بن زيد؟ سيدنا أنا لم أكمل كلامي. أنا أريد أن أسمع منك نعمون أو لاؤون. فهل وجب على الصحابة طاعة أسامة بن زيد؟ أنت لم تعرف مقصود كلامي على راسي ولم تتركني. على راسي على راسي. يسلم راسك يا حبيبي سيدنا. يا سيد سيدنا أنا وياك الآن مختلفين في قضية معينة. المن نتحاكم المن نرجع. لا أقول لك أجيبك، لا نستطيع أن نرجع إلى آل البيت الذين أمرنا الله بطاعتهم كما تقول وأمرنا الرسول، لأن آل البيت غائبين فتركونا للمدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية التي ترى بالتقليد وقفروا بعض ولعنوا اللي جايبين بعض. فلا يوجد الآن نرجع أنا وأنت للمراجع. أنا ما سألت عن المراجع سيد حبيبي. على راسي على راسي. المن نرجع، سألتك المن نرجع، ما سألت عن المراجع. إيه، لا نستطيع أن نرجع إلى القرآن لأن عندنا المجلسي قال في بحار الأنوار بوجود أكثر من 2000 رواية تقول بتحريف القرآن، والسيد نعمة الله الجزائري قال بتواتر القول بتحريف القرآن. ولا نستطيع أن نرجع إلى سنة النبي لأن كتاب الكافي به أكثر من 16,000 رواية، عدد روايات النبي حوالي 90 أو 92 رواية فقط. فلا نستطيع أن نرجع إلى القرآن والسنة، ولا نستطيع أن نرجع إلى فاطمة الزهراء لأنه لا يوجد لها أي رواية في الكتب الأربعة التي بها أكثر من 44,000 رواية. ولا نستطيع أن نرجع لأمير المؤمنين لأنه لا يوجد له في 44,000 رواية في الكتب الأربعة إلا حوالي 600 رواية. حياك الله. على راسي على راسي.
إذا لمن نرجع سيد؟ نرجع للسيد السيستاني فلا نجد له تسجيلا صوتيا ولا محاضرة ولا مقطع فيديو إلا صورة مع بابا الفاتيكان تشيك فلا أدري نرجع إلى من. يعني هسه أنت لمن ترجع تعوفك من غيرك. والله يا سماحة الشيخ خضير أنا برجع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأني سني موحد. أرجع لقال الله قال الرسول الذي يوجد في القرآن آيات كثيرة تأمرني بطاعة رسول الله. أنت مع رامي عيسى في برنامج مباشر يستمع إليك قد يكون الآلاف من السنة والشيعة. نتشرف بك يا شيخ، بس عملت المداخلة دي علشان تستقبلوا الاتصالات. بقالي حوالي 5600 اتصال على علماء الشيعة، فبدأت أغير صوتي عشان يقبلوا لأن بيرفض. حياك الله. سألني بقى عمل بخدمتكم يا بخدمتكم بخدمتكم، بس أرجو أنه ما تقطعون الصوت. لا على راسي، حياك الله. بخدمتكم. لمن ترجع أنت حبيبي؟ يعني ارجعوا الى، انا نسيت بقى، انا قلت ان انا هرجع الى كتاب الله تبارك وتعالى والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والنبيين والشهداء والصالحين الذين يتبعون النبي الامي الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ايات كثيره تامرني بطاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم طاعه مطلقه، وبطاعة الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى طاعة مطلقة. لكن الآية اللي أمرتني بطاعة أولي الأمر كما قلت لك، منهم من قال الحكام ومنهم من قال الأمراء ومنهم من قال العلماء، فأطيعهم فيما، لو الأمراء أطيعهم فيما لم يكن معصية لله تبارك وتعالى. لو الأمير أو الحاكم أو الرئيس قال لي تعالى إذني، تعالى اقتل، تعالى اسرق، لا أطيعه في ذلك، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك سألتك أسئلة وأنا بوجه السيد حيدر الموسوي ولم تجب عليها. هل قادات الجيش وجب طاعتهم اللي كان بيرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أسامة بن زيد وجب طاعة أسامة بن زيد الصحابي؟ نعم. هتقول لي نعم، مع أنه مش معصوم، فلا تدل الآية على أنه معصوم. حتى أن أنا سألتك هل علي رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أبي بكر وعمر وعثمان؟ لم تجب للأسف على أي سؤال يا شيخ خضير. أنا ما أحب الجدال. لا مش جدال، ده أنا مبين لك وبكرر لك الأسئلة بقى برامي عيسى اللي أنت ما أجبتش عليها. لم تعطنا وقتا للمداخلة. يعني أنت جاي تسأل أسئلة وأنت تجاوبها فقط. لا على فكرة أنا سألتك سؤال، ما هو الدليل من القرآن على طاعة آل البيت؟ فما عرفتش يعني جبت دليل من القرآن. وآل البيت مش أولي الأمر، آل البيت مش أولي الأمر. ما فيش حد مسك إلا علي 5 سنوات رضي الله عنه والحسن 5 أشهر أو 6 أشهر. لا اختلفنا فيما بيننا ولم تجبني. الجواب قلت نرجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، والآن القرآن الكريم والسنة النبوية موجودان ولم نستطع أن نحل ما اختلفنا عليه. إذن تعالى لا تعالى ما بين لك حاجة. ما هو في أمور مستحدثة، في أمور ممكن تستحدث، ففي استنباط. شفت الاستنباط لما واحد بيستنبط يحفر ليخرج الماء، ففي استنباط من القرآن والسنة. لكن الحمد لله نحن على عقيدة التوحيد. يا شيخ تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ خضير نسمعك. يا حبيبي أنت قلت نرجع إلى القرآن الكريم والسنة، والقرآن حاليا موجود ولم يستطع أن يحل المشكلة فيما بيننا. لا تعالى، ما هو القرآن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل المشكلة مع المنافقين. في ناس في قلوبهم مرض بيقول لك القرآن محرف، زي محمد بن يعقوب الكليني عزيز المشاهد في الكتاب اللي في ايدي الآن، زي محمد بكر المجلسي في الكتاب اللي في ايدي الآن. ففي ناس قلوبها فيها مرض بتطعن في القرآن، كما أن المنافقين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لم يقومهم. ففي ناس أهل هوى أتباع هوى كما بين الله تبارك وتعالى، حتى في سورة باسم المنافقين في القرآن. يا الله. أجبني بقى يا شيخ خضير. وجب على الصحابة طاعة جيش أسامة، طاعة أسامة القائد؟ تفضل. نعم، إذا كان الأمر صادرا من النبي بلزوم طاعته يلزمهم طاعته. الله أكبر. وأسامة مش معصوم يا سماحة الشيخ، فالآية ليست خاصة بالمعصومين. شكرا ليه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأصبح أولي أمر الجيش هذا هو أسامة، ووجب عليهم طاعته، ووجب طاعة قادة الجيش اللي كان بيرسلهم علي رضي الله عنه، وجب عليهم طاعة علي بن أبي طالب. إذن الآية ليست خاصة في الأئمة المعصومين عندك. فليش يا شيخ كذبت علي وعلى الجمهور وأتيت بآية تحاول إثباتها في 9 من أبناء الحسين ما فيهمش واحد حكم
ما فيهمش واحد أصبح خليفة على المسلمين. كيف جعلتم أولي الأمر وهم كانوا بيستخدموا التقية؟ أبي عبد الله قال يا أبا عمران أو يا أبا عمر إن 9 أعشار الدين في التقية. فالأئمة كانوا بيخفوا الدين أصلا يا سماحة الشيخ وما حكموش. تسنن بقى يا شيخ خضير والله، تسنن وجهه. ما أعرف يعني من أتحدث أنا جاي تتحدث أنت. أنا بسألك وما بتجاوبش على أسئلتي خالص يا شيخ خضير والله. كلام فاضي يعني ما جاي. شكرا يا شيخ خضير. ما أنت ما جاوبتنيش الآن. قادة الجيش هم مش معصومين ووجب طاعتهم. علي يستدل بالآية ما جاوبتش عليها. هل دلوقتي ال9 من أبناء الحسين لا حكموا ولا أصبحوا خلفاء وكانوا بيستخدموا التقية يكتموا الدين، فكيف تكون الآية عليهم؟ وجوب طاعتهم طاعة للنبي لأن النبي أمر بطاعتهم. هات لي دليل يا عم أمام المشاهدين النبي أمرني بإطاعة 9 من أبناء الحسين بأسمائهم. نحن نطيعهم لأن الأمر صادر من النبي. هات الدليل صلى الله عليه وآله وسلم. ما تقول النبي قل صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقول النبي فقط كده. هات لي دليل ان النبي قال لي أطع الباقر والصادق والجواد والرضا والهادي وفلان وعلان. هات لي دليل. والإمام الغائب اللي من 1200 سنة هات لي دليل النبي أمرني بذلك. ما أعرف كلامك غير واضح. اعطني دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بطاعة الباقر والصادق والجواد والرضا والهادي والأئمة لديكم. كونهم أولي الأمر. هات لي دليل أن النبي قال هؤلاء هم أولي الأمر. تفضل شيخ. الله الأدلة كثيرة، وطبعا أنا على الفراش إلى النوم وأنت اتصلت علي. أنا آسف والله يا شيخ. فين النبي قال الأئمة علي الحسن الحسين السجاد البكر الصادق الجواد الرضا إلى محمد بن الحسن العسكري؟ وين النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم سماحة الشيخ؟ موجودة عندنا روايات النبي عدد الأئمة واحد تلو الآخر. وين يا شيخ؟ ومن ضمنها في خطبة الغدير خطبة طويلة تجد فيها أن النبي يذكر أسماء الأئمة. لا استنى يا شيخ، استنى يا شيخ بالله عليك لا تكذب يا شيخ خضير، لأن المكالمة مسجلة والشاه يكتشف أن حضرتك بتكذب. لا ده في خطبة الغدير أوسب علي فقط عندكم. أما الأئمة بأسمائهم عندكم الحديث اللي النبي قال يا جابر إن الأئمة يبدأون بفلان وفلان وأنت ستقابل محمد بن فلان 3 محمد. النبي قال لجابر فقط لكن لم يقل ل 120,000 صحابي كما تقول. موجود يا حبيبي موجود. طب هات لي إن النبي قال ل 120,000 صحابي. لو النبي قال ل 120,000 صحابي وإن الأمر منتشر ما بين كل جيل يأتي بأسماء الأئمة، ليش بعد موت كل إمام كنتوا بتختلفوا؟ تخرج الفرقة الإسماعيلية، تخرج الفرقة الإكسوائية، تخرج الفرقة الزيدية، إلى أن وصلت للأئمة الاثني عشرية، وعندنا فرقة تسمى بالثلاثة عشرية اللي استدلت بروايتين في كتاب الكافي. إما جابر بن عبد الله دخل على فاطمة فوجد في يدها لوح مكتوب فيه 12 إماما من ولدها. فدلوقتي ليه بعد موت كل إمام كنتوا بتختلفوا لفرقة جديدة؟ هذا دليل إن مفيش نص على الأئمة. إذا يا شيخ لم تستطع أن تأتيني لا بدليل من القرآن ولا من السنة على اتباع الأئمة. تاني حاجة أنا هتبع الأئمة. هات لي كتاب صحيح للأئمة يا شيخ. يا حبيبي الناس يتبعون أهواءهم لا يتبعون الإمام، وحينما تعارض مصلحتهم تتعارض مصالحهم مع اتباع الإمام يختارون مصالحهم. لا يا شيخ لا ده الإمام جعفر الصادق ولاده ما كانوش عارفين مين الإمام، وعبد الله ابنه طلب بالإمامة لنفسه، محمد ابنه قال له لا وسع جدع بقى أنا اللي أخد الإمامة أنت هتاخدها مني، لا اوعى يالا. وكان داخل بقى ياخد الإمامة من أخوه أبي عبد الله يعني جعفر الصادق أبو عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله على طول. ده جعفر الصادق كفرته أبو عبد الله ابنه وقلت لا كان عايز ياخد الإمامة من أخوه، وقعدوا كانوا يتخانقوا مع بعض، وجه الراجل اللي في الحارة اللي جنبهم قال له لا يا جدع أنت هنا وأنت هنا. فليه أبناء الإمام جعفر الصادق طلبوا بالإمامة لأنفسهم وعمهم كان يريد أن يأخذ الإمامة؟ ليه يا شيخ؟ ده دليل إن مفيش نص. مفيش نص يا حبيبي. الناس مو معصومين، هذا ما يعني شيء. ما هو إذا كان أبناء الإمام مش عارفين أنا هعرف منين؟ إلا أبوهم إمام مش عارفين الإمام. خلاص يا سماحة الشيخ أنا خلاص هقر بالأئمة الاثني عشر وهتبع الأئمة الاثني عشر. ممكن تذكر لي كتاب حديث صحيح في أحاديث آل البيت؟ ما فهم سؤالك؟ اذكر لي كتاب به أحاديث آل البيت، كتاب صحيح.
نحن ما نعتقد بكتاب صحيح. الله أكبر. عايزنا نتبع الأئمة الاثنى عشر وما فيش ولا لإمام واحد منهم كتاب حديث صحيح. طيب هات لي كتاب فقه لإمام من الأئمة. نحن يا حبيبي نحن ندرس رواية، كل رواية على حدة، ندرس رواتها، ندرس متنها، ندرس تفاصيل الرواية، كل رواية على حدة، لا ناخذها بالمطلق كما يفعل غيرنا. الإخبارية بيأخذوها بالمطلق ويصححوها، ما هم اللي اخترعوا معتقدكم. طيب يا شيخ، هل يوجد كتاب فقه للأئمة عندكم؟ أبغي كتاب فقه للأئمة، لإمام من الأئمة، فقه كتاب روايات. إذا يا سماحة الشيخ دلوقتي والروايات، أجي للروايات تقول لي لا ما فيهاش رواية صحيحة. قلت لي أتبع الأئمة الاثني عشر بدليل إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا عم مش فيهم، لا فيهم. قلت لك ما حكموش، مش ما أصبحوش خلفاء، لا هطيعهم بالعافية. خلاص يا عم، هطيعهم في إيه؟ في الأحاديث. هات لي أحاديثهم، لا يوجد عندنا كتاب صحيح. هات لي كتاب فقه ليهم، لا يوجد عندنا كتاب فقه ليهم. لا ليهم كتب في الفقه، ولا ليهم كتب في العقيدة، ولا ليهم كتاب يملأ أحاديثهم صحيحة. وسابوكم تلعنوا بعض وتكفروا بعض انتوا والمدرسة الإخبارية، وبعدين انتوا المدرسة الأصولية كفرتم بعض ولعنتم بعض وافترقتم إلى فرق شتى. وين إمامكم الغائب ووين الأئمة اللي انتوا بتطيعوهم الآن؟ تسنن بقى يا شيخ خدير، شيخ خدير الزيادي، تسنن بقى. أنا لك ناصح أمين والله. تروكوكوا الآن المدرسة الأصولية بتكفروا بعض وتلعنوا بعض. انت سكر وهري سكر، مفيش إجابة يا أخي العزيز. يا عم أجب بقى. شوية أكلمك بسيد حيدر المساوي وشوية أكلمك برامي عيسى ولن يجب، لأنه استدل بآية في غير موضعها. أيوة رب الكعبة يكذبون. استدل بآية في غير الإمام علي استدل بهذه الآية على إمامته، ما أجاب علي. قادة الجيش وجب طاعتهم، هم ليسوا معصومين، ما أجاب. الإمام عندكم الرواية حرفتم الآية، فإن خفتم تنازعا في الأمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر في كتاب الكافي. وصحح المجلس في مرآة العقول، ما ردتش عليها. كتاب فقه للإمام ما فيش، كتاب حديث للإمام ما فيش. طب ما انتوا بتدعوه في إيه؟ الشيخ خضير انجوا بأنفسكم من النار. بيتصل تاني خلينا ناخده. لا اتصل وسكر والله. الله يهديك يا شيخ خدير، أسأل الله أن يهديك وأن يأخذ بيدك إلى نور التوحيد. أتمنى أن تنجو بنفسك من النار، فمعتقد الشيعة معتقد مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السيد حيدار أو أسامة، ما جاوبش على موضوع أسامة فعلا. حياك الله يا بسام. حيا الإخوة والأخوات جميعا. أيها الأكارم اضغطوا لنا لايكات، الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب. احنا فاضل لنا كام لايك كده؟ اضغطوا لنا لايكات أيها الأكارم، فاضل لنا كده 500 لايك. يلا أيها الأكارم، باقي لنا 500 لايك حتى لا نغلق البث. 500 لايك. اللي ما دخلش لايكات ولسه داخل، حياك الله يا دكتور الهاشمي، حيا الله يارا، وحيا الإخوة والأخوات جميعا. هتنزل تعليقات تحت وتضغط لنا لايك ثم تعود إلينا مرة أخرى. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أيوة ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شيخنا؟ عساك بخير. الحمد لله. سني أم شيعي؟ شيخنا أنا سني، بس عندي سؤال يعني ضروري والله. تفضل. أنا عندي صاحبي ملحد، تمام؟ تعرفت عليه عن جديد، الحمد لله والشكر. ظليت أقنع به يعني بالدين، أقول له هو قبل كان مسيحي، تمام؟ يعني بيعتقد بأنه عيسى بأنه ربه، تمام؟ ظليت أقنع به، ما أعرف، يقول أنا اتبعت أمي، يعني شاف أمه الشيعية، تمام؟ قلت له ما في مشكلة. ظليت هو يعني يقول آمن بالله بس بالحلف، يعني بني يحلف بالله، عرفت كيف؟ نعم. ألو أكمل يا حبيبي. اسمعني؟ نعم. إيه. فالبارحة كنا بنتناقش أنا وياه، الحمد لله والشكر، يقول لي يعني أنت قناعتني 75%. قلت له تمام. قلت له أنا بدي أروح أنام. كان يقول لي عندي سؤال أخير. قلت له تفضل. كان يقول لي عندكم صحيح مسلم؟ أنا صراحة ما أعرف الحديث، بس ليش جيت أتأكد من عندك؟ يقول عندك صحيح مسلم، تمام؟ أو صحيح بخاري. بس ثواني. ورقة، اصبر، ورقة 193 صفحة، تمام؟ يقول لي على أساس ما أعرف مين، يعني واحد من الأئمة، واحد من أهل البيت، ما أعرف، بس هو واحد يعني
كان مسلم، يقول رأى يعني شاف الله سبحانه وتعالى بهيئة بشر، وحشى يعني حشى الله بيجي يشوف كيف شاذ والسوالف. طيب خلينا سأجيبك على هذا يا حبيبي، سأجيبك على هذا. تفضل. جزاك الله خير. لا يا حبيبي هذا لا يصح، وما فيش في صحيح مسلم ان الله شاب امرض او حاجه من دي، وهذا من الكذب. شكرا لك يا حبيبي، وتواصل معايا في الخاص ان شاء الله. صلى الله ان يوفقنا واياك، وان ياخذ بيدي ويدك الى ما يحبه ويرضى، انه ولي ذلك والقادر عليه. اسال ان يهديك رب. السلام عليكم. الو. ايوه. وصلنا